السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معي أنا ملوكة. بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة نهنئ الجميع ونقول لكم أسكاس مكاس، كل عام وانتم بألف خير. بهذه المناسبة جبت لكم الموديل اللي راه داير حال على مواقع التواصل الاجتماعي بأسهل طريقة كما عودتكم دايما. التقنيات اللي حنستعملوها في هذا الموديل: باترون بدون أكتاف، منش أستيك، بنسات الأساسية وبنسات ديكو بروتيل. ونحتاج متر ونصف قطيفة رويال لون أسود ومتر من القماش القبائلي. نطوي القماش على جهة العرض، الجهة اللي تتكسل، بعد ما بالطبع نقصو الحاشية ولا لاليسياغ. راحين نستعملو باترون بدون أكتاف، على ذاك راحين نحتاجو هذه الورقة اللي راحين نديرو عليها خط وهمي مرجعي نرجعو ليه باش نحطو القياسات الصحيحة، هكذا باش ما نفسدوش القماش تاعنا ويخرج لنا الباترون تاعنا صحيح. نبداو من هذا الخط اللي كنت رسمته بالطبشور، نهبطو ب8 سنتيمتر كما راكم تشوفوا ونعينو خط آخر. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير البنات، وما تنساوش حبوباتي الشام الفيديو والاشتراك اللي ماشي مشتركه في القناه. نحط القماش تاعي بعد ما انا قصيته على حساب الطول سواء دوكا تديه من هذاك الخط اللي قلت لكم الخط الوهمي، تحطي الطول الكلي للزبونه ولا اللي راكي تخدمي لها في الموديل، او يعني تديري طول الكلي ناقص 8 سنتيمتر. دائما نقصوا هذيك 8 سنتيمتر اللي ما راناش رايحين نديروها. نبداو اول حاجه عرض الكتفين، لهنا درت 19 سنتيمتر، زدت 1 سنتيمتر لانه راني رايحه ندير بانسه تاع ديكوب بروتيل. نهبط في التركيز، درت حوالي 23 سنتيمتر، عفوا 21 سنتيمتر من الكتف، وعينت دورة الصدر. نهبط بحوالي 16 سنتيمتر ونعين دورة الخصر، ومن بعد نزيدو نهبطو حوالي 20 سنتيمتر ونعينو دورة الأرداف ولا دورة الحوض. نرسمو الزاوية القائمة هكا باش نرسمو حردة الإبط، وتجينا حردة الإبط يعني سواسوا بهذه الطريقة. هنا في دوران الصدر البنات درت حوالي دورة يعني نصف ربع دورة الصدر زائد 2 سنتيمتر، ربع دورة الصدر زائد 2 سنتيمتر. أنا جاتني 24، زدت لها 2 سنتيمتر جاتني في 26. أما الخصر درت ربع دورة الخصر زائد أيضا 2 سنتيمتر نتاع 2 سنتيمتر نتاع البنسات، لأنه أنا في لابنس ندير 1 سنتيمتر الخياطة. أما دورة الحوض ربع دورة الحوض زائد 4 سنتيمتر هكا باش تجينا متسعة الجهة، يعني في الجهة السفلية. لهنا البنات الأسفل نتاع القندورة تاعنا، الأسفل تاع الكامل، تجينا نطلعوا أول حاجة في الطرف نطلعوا ب4 أصابع بهذه الطريقة، ومن بعد هذه النقطة راح نوصلوها مع النقطة تاع على مستوى دورة الحوض، يعني بطريقة مستقيمة هكا نديروا المسطرة تاعنا
ونديرو الخط بهذه الطريقة هكا باش ما تجيناش انتفاخات على مستوى القندورة منا. اما في الاسفل رايحين ندورو طريقة ندورو هكايا بطريقة دائرية باش تعطينا الجبة تاعنا ما تجيناش هابطة في الجناب. بهذه الطريقة راح نقص الموديل ونرجعو نشوفو التعديلات اللي رانيا رايحين نديروهم. بعد ما فصلت الأمام على الظهر عينت دورة الصدر ودورة الخصر. هبطت في الرقبة ب2 سنتيمتر على مستوى دورة الصدر، دخلت ب2 سنتيمتر، يعني 1 سنتيمتر راح نقصه، 1 سنتيمتر راح نخليه حق الخياطة. وقلنا في الرقبة رايحين نهبطوا ب2 سنتيمتر ونوصلوا النقاط نتاعنا بهذا الشكل. بما انه ما كانش بانسات على الظهر نقصوا هذيك 2 سنتيمتر اللي زدناها على مستوى عرض الكتفين. نهبط في الرقبة من الخلف ب2 سنتيمتر ونرسم خط ونقص. كملنا مع الخلف، الآن نروحوا للأمام. نعاود ندي القماش تاعي ونطبقه كما كان، ورايحة نهبط ب2 سنتيمتر لأنه الأمام يعني مختلف عن الخلف. نهبطه ب2 سنتيمتر في الأعلى، ونعاود نحط الباترون تاعي كما كان هكذا باش نعين يعني الرقبة، يعني باش ندخل في الرقبة. لهنايا البنات دخلت في الرقبة بحوالي، انا دايما ندي الرقبة من اعلى الكتف هكذا وتدخلوا يعني واش راكم حابين الاتساع اللي راكم حابينه انتوما. لهنا هبطوا بحوالي 18 سنتيمتر، يعني من اعلى الكتف للرقبة ب 18 سنتيمتر هكذا، وانتوما على حسب الذوق.
ولهنا ندخل ب2 سنتيمتر. هذه قاعدة أساسية، يعني في حدة الإبط من الأمام ندخلو دائما ب2 سنتيمتر، ونرسم هذا الشكل نتاع الرقبة من الأمام بهذه الطريقة. الآن راح نعين البنسات نتاوعي. لهنا راح ندير 10 سنتيمتر على يعني خط الخصر، و10 سنتيمتر على دوران الصدر، و10 سنتيمتر في الخط يعني الأول بهذه الطريقة. وراح نبدأ نرسم أول حاجة هي بنسة البروتيل. نرسم أولا الخط اللي راح ندير عليه البنسات، هذا هو الخط اللي حيكون عليه كامل البنسات. راح نرسمه أول حاجة هي بنسة البروتيل. لهنايا راني رايحة ندير في الطرفين 1 سنتيمتر في كل جهة بهذه الطريقة. ونرسم هذه البنسة الأولى وهي بنسة البروتيل بهذه الطريقة، يعني سهلة وبسيطة، تبعوا فقط. ولهنا راح نهبط على مستوى دوران الصدر ب2 سنتيمتر، وهنا الأسفل 12 سنتيمتر بهذه الطريقة. وراح ندير ثاني في الطرفين نتاع البنسة 1 سنتيمتر، وراح نرسم البنسة الأساسية بهذه الطريقة. وفي الأخير راح نقصهم كما راحين تشوفوا. اللي وصلت معايا حبوباتي لهذا الجزء من الفيديو، قولك حبيبتي ما تنسايش ديري جيم الفيديو وتخلي لي رايك في التعليق. الآن الأكمام. لهنا البنات الطول نتاع أو العرض نتاع هذا القماش هو يعني ميبا 1 متر، ماهوش لاحق ل1 متر. ولهنا نحتاج انه يكون هذو يعني نبدو بالطول، الخطوط تكون بالطول. نهبطوا ب8 سنتيمتر هنا ونديروا هذا الخط بهذه الطريقة. يعني هذو الأكمام ولا أسهل، طريقة سهلة ومبسطة، تبعي فقط. نحكموا يعني الظهر ولا الأمام. من الأفضل أنك تحكمي الظهر بهذه الطريقة، ونرسموا حردة الإبط. طريقة سهلة وبسيطة كما راكم تشوفوا. تبقى لنا يعني عدسة فقط انه يعني الامام والخلف مختلفين ب2 سنتيمتر. هذيك اللي نحيناها في الامام رايحين نحوها ايضا في الاكمام. الطول تاع الكم تاعنا راح يكون حوالي 52، والطول يعني راح يرجع لكم كل وحده وكيفاش تكون كيفاش تحب طول الاكمام نتاعها بهذه الطريقه. القماش اللي يتبقى عندنا راح نقصه ل3 قطع ونلصقهم مع بعض ونديرهم كحزام. هنا البنات راني نستعمل بابي كولون ولا شريط لاصق اللي يساعدني في الخياطة القاذفة بزاف. لهنا راح نغلق لابينس تاع الظهر ولا راح نغلق الظهر من الخلف هو الاول هكا باش راح يعني نخدم
التسفاج نتاع الرقبه من الخلف والامام. لهنا ايضا راح نغلق لي بانس اللي كنت ديجا فتحتهم اللي قصيتهم بهذه الطريقه. لهنا لي بانس راح نحكمهم جيست غير بلي زيبانغل ونروح معاهم غير بالعقل هكا باش تجيني الخياطه تاعهم يعني من بلا تكماش بهذه الطريقه. وماذا بيك تطلقي القماش يمشي في الماشينه على راحته هكا باش ما يجيكش مكمش. وايضا باستعمال لي زيبانغل. البنات هذا الزياده نحوه بهذه الطريقه، يعني كي رايحين تغلقوا لي بانس رايحين تلقاو انديكالاج في القماش نحوه هكا باش ما يديرلكمش مشكل. لهنا البنات راح نفصل، هنا بعد ما غلقت لي بانس راح نفصل الحد يعني التسفاج نتاعنا على قطعه تاع قاذفه مطويه على 2 قطعه صغيره. نرسمو الباترون تاعنا بعد ما غلقناه وراح نقطعو ونديرو للتسفاج تاعنا من الخلف ومن الامام راح نديروا له لا فيزلين. ماذا بك ديري له لا فيزلين رقيقه، ما ديريلوش الخشينه هكا باش تجيك باش ما يجيكش يعني واقف بزاف. بهذه الطريقه ايضا من الخلف نفس الطريقه قلت لكم، ونديروا لا فيزلين للتسفاج نتاعنا قبل ما نخيطوه هكا راح يساعدنا في الخياطه وراح يدينا الموديل تاعنا واقف بهذه الطريقه. لهنا بعد ما درت لا فيزلين للتسفاج راني راح نخيط التسفاج على الرقبه نتاعنا بهذه الطريقه. شوفوا معي الطريقه سهله وبسيطه. بعد ما غلقت القندوره تاعي من يعني كملت غلقتها ودرت لها تسفاج وكامل، الان راح نشوفوا كيفاش نركبوا لي مونش نتاعنا. نبدو المونش تاعنا لهنا بعد ما فصلناه لهنا هبطنا ب2 سنتيمتر راح نديروا خط حوالي 8 سنتيمتر. هذاك الخط اللي كنا ديجا خدمنا عليه حدة الإبط بهذه الطريقة. والآن راح نرسم هذا الخط للداخل بهذا الشكل وراح ندير عطفة صغيرة قيس لاستيك نتاعنا. لهنا بعد ما خيط هذيك العطفة راح نعاود نحطها على هذاك الخط اللي كنا ديجا درناه بهذه الطريقة ونخيطوا بطريقه يعني نخيطوا زوج خياطات، خياطه من الاسفل هكذا وخياطه من الاعلى هكا باش تجينا الخدمه تاعنا شابه ويعطينا شكل جمالي. لهنا في الاسفل ثاني راح ندير عطفه صغيره قيس لاستيك تاعنا ندخلوا لاستيك من الاعلى اللي درت فيه حوالي 16 سنتيمتر ومن الاسفل ديري على حساب يعني على حساب القياس نتاعك انت سيي على يدك كي تشوفي هكا يعني مرتاحة في هذاك القياس ديري. أنا لهنا درت حوالي 17 سنتيمتر بهذه الطريقة. هذا هو المونش تاعنا، يعني يبان شباب ويبان يعني فيه تعقيدات ولكن هو ولا أسهل من هذا. الآن رايحين نغلقوا المونش نتاعنا من هذه الجهة بهذه الطريقة ورايحين بعدها نركبوه قبالة في القندورة ولا في الجبة نتاعنا. الخياطة على الخياطة وخيطي عادي تستعملي لي بيناز ولا الدبابيس هكا باش يساعدوك في تحكمي القاذفة مع القماش هذا تاع القبايل بهذه الطريقة وتخيطي عادي. وهذه هي القندوره نتاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اللي عنده اي سؤال تفضل في التعليقات. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.